وفي البداية كده عايزاكي تعرفي إن محدش هيجي في يوم ويقولك تعالي يا بنتي أنا هديكي حياتك اللي انت تستحقيها، لأن ببساطة الحياة دي يا إما انت اللي بتختاريها يا إما هي اللي بتفرض نفسها عليكي. ولو فضلتي مستنية حد يشجعك أو مستنية الظروف تتحسن أو مستنية إنك تكوني جاهزة، عمرك ما هتبدأي أبدا. الفيديو ده مش مجرد فيديو تحفيزي عادي، الفيديو ده ممكن يكون نقطة تحول في حياتك، بس لو قررتي إنك تسمعيه بقلبك وعقلك مش بودنك بس. وأول نقطة هنتكلم فيها حبايبي مع بعض، ليه لازم تختاري نفسك؟ خليني أسألك سؤال مهم، انت بتيجي على نفسك علشان مين؟ علشان الناس ما تزعلش؟ ولا عشان شكلك قدامهم؟ ولا عشان خايفة تترفضي منهم؟ ولا عشان ما تتعبيش حد؟ طب وانتي مين بيجي على نفسه علشانك؟ الحقيقة اللي ممكن تكون صعبة إن أغلب الناس مش مهتمة بيكي زي ما انتي متخيلة. الناس مشغولة بنفسها بمشاكلها بهمومها، محدش شايل همك زيك. اللي بيقدرك فعلا بيقدرك لما انتي تبدأي تقدري نفسك. لما تختاري نفسك دي مش أنانية، دي تقدير ليكي. طب هو ايه اللي بيحصل لما ما تختاريش نفسك؟ تعالي بقى أقولك. أولا بتتعودي على القليل، وفي يوم هتصحي تسألي نفسك أنا إمتى بقيت كده؟ واحدة طول عمرها بتعدي وبتضحي وبتسكت، وفي الآخر لا هي مبسوطة ولا حد مقدرها، لأن ببساطة انت اللي علمتي الناس يعاملوكي بالطريقة دي. لكن في لحظة كده هتحسي انك تعبتي، مش من الناس، من نفسك. وهنا بيجي القرار يا إما تكملي بنفس الطريقة يا إما تبدأي تختاري نفسك. ومش لازم تكوني قوية من أول يوم، بس لازم تكوني صادقة مع نفسك من أول لحظة تفكري فيها في الموضوع. طب ليه لازم تنجحي؟ النجاح مش بس فلوس زي ما احنا متخيلين، النجاح إحساس. لما بتنجحي ثقتك في نفسك بتعلى وصوتك بيبقى مسموع، والناس بتعاملك بشكل مختلف تماما. الناس بتحترم اللي بيحترم نفسه وبيقدرها، والشخص الناجح بيجبر الكل انه يحترمه. أكبر انتقام من أي حد شكك فيكي أو في قدراتك هو إنك تنجحي وبس، مش إنك تثبتي حاجة لحد. طب يا ترى ده هيكون تأثيره عامل إزاي على نفسيتك؟ لما تبدأي تختاري نفسك هيحصل جواكي تغيير مش طبيعي. هتبطلي تقارني نفسك بحد، هتحسي براحة غريبة، هتبقي أهدى، مش هيبقى عندك وقت تشغلي بالك مين سأل ومين ما سألش ومين قال إيه ومين ما قالش، لأنك ببساطة بقيتي في صف نفسك مش ضدها. زمان كنت بتجلدي نفسك، دلوقتي انت بتدعميها وبتقويها وبتساعديها انها تبقى شخص مختلف، شخص أفضل كتير من اللي انت عليه دلوقتي. ومن هنا هتبدأ نظرتك لنفسك تتغير. ازاي؟ أول مرة هتحسي إنك مهمة مش علشان حد قالك، علشان انت حسيتي فعلا بكده. انت عملتي حاجات وخطوات خلتك تحسي إنك مقدرة نفسك، وإنك أولوية عند نفسك، وإنك شيء غالي ومهم. بكده هتتحولي من بنت مستنية التقدير لبنت عارفة قيمتها وقيمة نفسها كويس قوي، وده الفرق اللي بيغير حياتك كلها. طب انت عارفة الناس هتشوفك ازاي بعد ما تتغيري؟ خليني أقولك حاجة يمكن تزعلك شوية، الناس بتحترمك على قد ما انت بتحترمي نفسك. لما تتغيري هيقولوا اتغيرت، هيستغربوا في الأول، وبعضهم هيبعد عنك أو هيلومك، بس في المقابل ناس أحسن هتدخل حياتك، ناس سوية، ناس بتقدر النجاح والناس الناجحة والناس اللي بتسعى إنها تطور من نفسها. وهنا عايزة أقولك إن البداية مش هتكون سهلة زي ما كلنا متخيلين، مش هضحك عليكي ومش هجاملك. أول خطوة هي أصعب خطوة، هتحسي بخوف وهتحسي بشك في نفسك، وكمان ممكن تحسي بكسل وتسويف وتفضلي تقولي بكرة وبعده. بس أنا حابة أطمنك وأقولك إن ده طبيعي، لأنك بتخرجي من منطقة الراحة، ودي حاجة مش سهلة أبدا. ولكن برضو لازم تعرفي إنك لو فضلتي مستنية تحسي إنك جاهزة عمرك ما هتبدأي. ابدأي دلوقتي وإنتي كسلانة وإنتي مش قادرة وإنتي مش حابة، ولكن إنتي من جوه عقلك عارفة إن هو ده الحل الوحيد اللي هيغير حياتك للأفضل. طيب هنا انتي بقى محتاجة تعرفي إزاي تبدأي التحدي ده. تعالي بقى نشتغل صح. أول حاجة هتاخدي قرار واضح من اللحظة اللي انتي بتسمعيني فيها دلوقتي، أنا هختار نفسي مهما حصل. تاني حاجة هي عادات يومية بسيطة، زي قراءة، إنك تتعلمي حاجة تفيدك أو تساعدك إنك تكوني مصدر دخل جديد يساعدك في التحسن المادي، وإنك تنظمي يومك بشكل صح.
ورقم 3 إنك تبعدي عن الناس اللي بتكسرك، الناس اللي بتقلل منك، الناس اللي شايفة إنك ما تقدريش توصلي لأي حاجة. مش كل الناس ينفع تكمل معاكي في الرحلة دي. أما رابع حاجة إنك تشتغلي على نفسك، تتعلمي مهارة جديدة. المهارة الجديدة هتساوي قوة ليكي، هتساوي مصدر دخل ليكي، هتساوي أمان كمان وراحة نفسية في المستقبل. ودلوقتي أنا عايزاكي تسمعيني كويس، محدش هيعيش حياتك غيرك، ومحدش هيندم مكانك لما تتأخري، والوقت اللي بيضيع منك عمره ما بيرجع تاني. انت مش صغيرة على التغيير، وكمان مش كبيرة على البداية. ولو وصلتي معايا للدقيقة دي من الفيديو فده معناه ان جواكي جزء لسه عايز يعيش صح. انا مش عايزاكي تكوني مثالية زيادة عن اللزوم، ومش عايزاكي تعملي حاجات فوق طاقتك. انا عايزاكي تكوني حقيقية وتستوعبي ايه هي قدراتك بجد، وتساعدي نفسك انك توصلي لأهدافك، حتى لو ببطء، حتى لو بخطوات بسيطة، حتى لو الحاجة اللي بتاخد شهر مع غيرك هتاخد شهرين معاكي، مش مشكلة. المهم انك بعد ما تخلصي الشهرين تكوني وصلتي لحاجة. اختاري نفسك لأن ده لازم، حتى لو محدش اختارك. ابدأي من دلوقتي حتى لو كنت خايفة، وكملي حتى لو تعبتي في نص الطريق، عشان في يوم هتبصي لنفسك وتقولي أنا فخورة بنفسي قوي، وفخورة بالنتيجة اللي أنا وصلت لها. ودلوقتي أنا عايزة أقولك لو الكلام ده لمس قلبك اكتبيلي في الكومنتات أنا هختار نفسي، وخلي دي تكون بداية جديدة مش مجرد فيديو. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة، بس زي ما احنا متعودين كلامنا مع بعض عمره ما هيخلص. استنوني في فيديو جديد قريب جدا. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.